الصوت اللي انت لسه سامعه دلوقتي طالع من تحت رجلك، مش انفجار ولا آلة ولا حتى زلزال. ده صوت سجلته أجهزة رسمية من باطن الأرض. بس السؤال اللي محدش قدر يجاوب عليه من ساعتها، ايه اللي بيصرخ تحتنا؟ البداية كانت في 2011 في بلدة صغيرة في أوكرانيا. السكان بدأوا يسمعوا صوت غريب بيطلع من الأرض، مش مجرد دبدبة، ده كان صوت ضخم جاي من الأعماق. استمر ل3 دقايق وبعدين اختفى كأنه ما كانش. بعدها بأسابيع نفس الصوت ظهر في كندا، وبعدين ألمانيا، وبعدين الفلبين. والغريب كلهم سجلوا نفس التردد ونفس النغمة ونفس الصدى. العلماء في البداية قالوا يمكن حركة في طبقات الأرض أو احتكاك الصخور، بس لما اكتشفوا إن الأصوات دي بتظهر في أوقات مختلفة في بلاد معينة وبنفس الشكل، بدأوا يسكتوا. وبدأ البعض يتكلم عن فرضيات مخيفة. في ناس قالت إن دي أصوات من حضارة تحت الأرض، في كائنات حية عايشة تحت الطبقات بتحاول تتواصل، أو يمكن بتحذرنا من كارثة جاية. في فرضية بتقول إن الأرض نفسها كائن حي، وإن الصوت ده مجرد صرخة أو رد فعل بسبب التلوث والحروب والتجارب النووية. المرعب في الموضوع إن في قرية كاملة في كندا سجلت الصوت، وبعدها ب4 أيام حصل انهيار أرضي ابتلع بيتين بالكامل. وفي روسيا مجموعة أطفال كانوا بيلعبوا جنب جبل وسمعوا الصوت، وواحد منهم اختفى بعدها مرجعش أبدا. في مناطق تم إغلاقها بالكامل بعد تسجيل الصوت، واتقال إن السبب هو أعمال صيانة أو نشاط زلزالي. لكن الفيديوهات اللي اتسربت من هناك بتقول حاجة تانية خالص. الصوت لسه بيتكرر في بلاد تانية وبنفس الشكل. والسؤال بقى، لو في يوم من الأيام وانت ماشي في الشارع وسمعت الأرض بتصدر نفس الصوت، هل هتجري ولا هتستنى وتشوف ايه اللي هيخرج من تحت رجلك؟ في أمريكا في ولاية ألاسكا في مشروع كان بيدرسوا فيه الطبقات العليا من الغلاف الجوي، الغريب إنهم كانوا بيستخدموا ترددات ضخمة جدا بتخترق الأرض. في 2013 حصلت هزة أرضية بسيطة جنب المعمل، وبعدها واحدة من أهم الأجهزة اللي كانت بتسجل ذبذبات الأرض اختفت. حرفيا الجهاز اللي بيقيس الأصوات دي طار كأنه ما كانش موجود. ولما الصحفيين حاولوا يسألوا الحكومة عن اللي حصل، الرد كان المشروع أغلق نهائيا ومفيش حاجة نقدر نقولها. بس السؤال الحقيقي، هما ليه سابوا كل الأجهزة إلا الجهاز ده؟ هل فعلا كان بيسجل حاجة ممنوعة، أو شاف أو سمع حاجة ما ينفعش الناس تعرفها؟ لو عايز تسمع تسجيلات أكتر أو تعرف الأماكن اللي اتسجل فيها الصوت، سيبلي تعليق وهكمل لك الجزء التاني. بس اوعى تفتكر إنك بعيد عن اللي بيحصل تحتك، الموضوع أكبر بكتير من مجرد صوت. إحنا بنتكلم عن لغز عمره آلاف السنين. هل الأرض فعلا بتتكلم؟ ولا في حضارة تانية عايشة تحت رجلينا؟ ولا دي رسايل من عالم تاني بيحاول يفتح باب إحنا مش مستعدين ليه؟ قولي في الكومنتات انت شايف ايه، وهل لو جالك صوت من تحت رجلك هتعمل ايه وقتها؟ وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، عشان اللي جاي اغرب بكتير من اللي فات.